السلام عليكم. جمعتكم مباركة. نشرع اليوم في تقديم دروس في اللغة العربية للسنة الثانية متوسط. نبدأ مع دروس سهلة. أولها يكون درس في حروف العطف، وثانيها الفعل المعتل وأنواعه، ثم في الأخير سنتعرف على بعض حروف القسم. لنبدأ الآن في اللهم حروف صل على العطف. سيدنا محمد حروف العطف. وآله وصحبه العطف وسلم. في اللغة العربية يعني أن تضيف، يعني الإضافة، أو يعني المعية، أو يعني الزيادة، في بعض الأحيان يعني الزيادة. حروف العطف هي كالآتي: واو مع ثم. وهناك حروف أخرى، كمثال أن نقول في الجملة: غادر المريض والطبيب مكان الجراح. ذهبت أنا مع المدير إلى الإكمالية. زرنا حديقة ثم الم... زرنا الحديقة ثم المتحف. لننتقل إلى الفعل لكي لا نطيل، فهذا درس عليكم الحفظ. في هذا الدرس حروف العطف عليكم إدراكها عبر الحفظ. ننتقل إلى الفعل المعتل وأنواعه. الفعل المعتل هو قد قلناه سابقا للسنة الأولى وفي السنة للطور الابتدائي. الفعل المعتل هو كل فعل ينتهي بأحد الأحرف: ألف، الألف الممدودة، أو الواو، أو الياء بغير الهمزة، ونكونها في جملة ونقول أوى. فإذا انتهى بالألف الممدودة سمي بالفعل المعتل لم أتذكر عندكم في الكراس. وإذا انتهي بالفعل بالواو سمي بالفعل المعتل الأجوف. وإذا انتهي بالياء المنقوصة سمي بالفعل المعتل الناقص. ننتقل إلى الدرس الأخير: حروف القسم. حروف القسم في اللغة العربية يعني أن تثبت صحة جملة أنت تقولها، لكن بطريقة قوية، بلهجة خشنة. وحروف القسم عديدة، وأكيد أنها عندكم في الكراس. وإعراب حرف القسم يكون ربما في حالات كثيرة يفيد في بعض الأحيان يفيد شيئا ما. لا إله إلا أنت والسلام سبحانك عليكم. إني كنت من كنتم الظالمين. بخير. السلام عليكم. بخصوص إعراب هذه العناصر، إعراب حرف الجر كيف يكون؟ حرف الجر إذا أوتي لك بجملة في الاختبار أعرب ما تحته خط في النص، كحرف ثم. ثم
حرف جر حرف عطف يفيد التراخي. واو حرف جر حرف عطف يفيد المعية الترابط. ننتقل إلى فعل الماضي. كل الكلمات تعرب هكذا إذا كانت فعلا معتلا بالعلامة الظاهرة المقدرة على أحد الأحرف المعتلة. وحروف القسم، حروف القسم كما جرت عادتكم أن تعربوها إذا كانت في الجملة حسب ما موضوعها في الجملة. إذا كانت ربما حرف جر أو حرف أداة نصب تنصب الفعل الذي بعدها، وهكذا. والسلام عليكم.